السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي. هنعمل النهارده فيديو جديد. احنا معانا النهارده طريقة عمل المهلبية. طبعا انا مش هعلمكم طريقة عمل المهلبية، يعني كل الناس بتعرف تعمل مع المهلبية. احنا بنتعلم وبنعلم بعض، يعني في ناس ما بتقدرش تظبط المقادير بتاعتها، وفي ناس بتقدر تظبط المقادير بتاعتها. احنا هنجيب مقاديرنا وهنقول لكم المهلبية عشان تطلع منك مظبوطة تظبطوها ازاي. احنا هعاير لكم بالكوبايه، يعني معانا الكوبايه اهي. هعاير به. هقول لكم الكوبايه بتاعه اللبن بتاخد قد ايه نشا وقد ايه سكر. وهنعمل لكم النهارده مهلبيه بطعم مختلف شويه، يعني عشان الاطفال اللي ما بتحبش المهلبيه هتاكلها، هتحبها وهتاكلها. هوريكم المقادير بتاعتنا. معانا اهي، معانا لبن ومعانا فانيليا ومعانا جوزة هند وزبيب. عاوزة تحط جوزة هند حطي، مش عاوزة تحط ما تحطيش، يعني كل واحد وبتاع. ومعانا النشا بتاعنا اهو. ومعانا ايه حاجة جديدة، الكاكاو. هنعمل مهلبية بالكاكاو. عيالي عشان ما برضوش ياكلوا المهلبية بيضة بيحبوها بالكاكاو، فاحنا هنعمل لنصها ابيض ونصها كاكاو. هوريلكم الوقت المقادير بتاعتي وانا بعملها، ان شاء الله هتعجبكم. وحاجة جميلة في السحور، ده اول حاجة هنعملها في السحور. وان شاء الله هنبقى نحضر معانا السحور بتاعكم، وهتشوفوا السحور بتاعنا شكله ايه. وان شاء الله هتبقوا مبسوطين معانا. هنعاير لكم اللبن بتاعنا بالكوبايه معانا، حسب بقى ما انت عاوزه تعملي كوبايتين ثلاثه. المج العادي اهو، ده واحد، اتنين، ثلاثه، اربعه، خمس كوبايات. 5 كوبايات لبن من الكوبايه المج العاديه بتاعت الشاي. كل كوبايه مج ليها معلقة نشا من اللي هي الكبيرة بتاعت الأكل، ومعلقة سكر. السكر طبعا حسب الرغبة، يعني انت عاوزة سكر عالي سكرها واطي. هي السكر المظبوط هي بتبقى معلقة سكر ومعلقة نشا على الكوباية. هنعاير معاكم الوقت زي ما قلنا. هعاير معاكم النشا وهحط السكر، وهنعاير معاكم اهو. معانا ادي النشا زي ما قلت لكم، ادي واحد. انا حاطه 5 كوبايات لبن، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي 5 معالق نشا. وهنحط السكر بتاعنا زي ما قلت لكم، السكر المظبوط بيبقى 5 معالق سكر. انا هحط السكر معاكم اهو. هحط ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، 5. معانا 5 معالق سكر، وزي ما قلت لكم 5 معالق نشا. احنا هندوب السكر بتاعنا، والسكر زي ما قلت لكم حسب الرغبه، يعني لو عاوزاه مسكر مش عاوزاه مسكر، دي حاجه ترجع لك. السكر حسب الرغبه. السكر بتاعي كده دلوقتي مظبوط. هحط معاكم السكر اهو. عاوزه تقلبيها على البارد، يعني اللي بتعمل المهلبيه لاول مره قلبيها على البارد. اللي هي عارفه مقدارها بتقلبه ايه عادي، يعني اول ما اللبن يغلي تنزل بالنشا حبه حبه. احنا السكر بتاعنا هنحطه لغايه ما يدوب. معانا النشا بتاعنا هنا اهو. النشا بتاعنا هنا هنحط له كوبايه او نص كوبايه ميه يا دوب، يعني ايه نقلب النشا. نص كوبايه ميه نقلب ندوب فيها النشا عشان نحطه على الايه على المهلبيه بتاعتنا. هنحط نص كوبايه ميه او نص كوبايه حسب ما انت عاوزه. هنحط نص كوبايه ميه اهي على النشا اهو. هندوب النشا بتاعنا في الميه مع حضراتكم اهو زي ما انتم شايفين. يا رب يكون الحاجه خفيفه على قلبكم، وكل عام وانتم بخير، ورمضان كريم وينعاد عليكم الايام بخير يا رب. ورمضان شهر التسامح، شهر الغفران، شهر الكرم، شهر الخير، شهر بقى العزومات والمناسبات. احنا هندوب معاكم اهو
هي حاجة بسيطة يعني، مش حكاية أنا بعلمكم فيها، بس أنا بشارككم يومياتي وحاجات سهلة. في ناس ما بتقدرش تظبط النشا بتاعها، مقدار النشا بيبقى قد ايه. احنا مولعين اللبن اهو، علشان اللي لسه بيتعلموا المهلبية على الأول ما بعرفوش يظبطوا النشا بتاعها. هندوب النشا على البارد، هندوب اهو النشا على البارد معاكم اهو. وهنفضل مع المهلبية بتاعتنا هنقعد نقلب فيها لغاية ما تديني القوام التقيل بتاعها. المهلبية بتاعتنا يا حبايبي، شوفوا ما شاء الله اهي المقدار بتاعتها. شوفوا المهلبية ما شاء الله قوامها مظبوط اهو، ولا مكعكلة ولا تقيلة ولا خفيف، ما شاء الله جميلة. في المرحلة دي بقى معانا ايه، واحدتين فانيليا، ورقتين فانيليا. عاوزة تحط فانيليا حطي، مش عاوزة تحط فانيليا براحتك، دي حاجة ترجع لك يعني. اهي القوام بتاعها ما شاء الله ما شاء الله اهو، شوفوا ما شاء الله حلوة. هي بتعملها خفيفة سنة صغيرة علشان هي اما بتبرد بتتقل، اما بتتقل بقى وبتبرد وتبقى تقيلة بيبقى قوامها جميل، بتبقى عاملة زي الجيلي، ما بتبقاش جاية ايه حتت كبيرة كده، حتت تقيلة كده وجامدة، ما بتبقاش حلوة. المهلبية ما بتكون جامدة كده ما بتبقاش حلوة. زي ما قلت لكم احنا هنعمل نصها بيضة اول بس كده ما تغلى من الطرافي، زي ما انتوا شايفين اهي بدأت تبقبق اهي، تعمل بقليلة اهي من الطرافي اهو. هنسيبها لغاية ما تعمل بقليلة اهي من الطرافي. شايفين بتبقلل اهي على الهادي اهي. اول ما بتبدأ تبقلل كده خلاص بقت النشا بتاعها كده ايه استوى. هنعمل ايه زي ما احنا قلنا لكم، انا عندي اطفالي بيحبوا اللي هي بالكاكاو، واحنا بنحب البيضة، فاحنا ايه هنحوش نصها كده زي ما انتوا شايفين. هنحوش نصها، هنغرف نصها ابيض وهنعمل نصها كاكاو. هوريكم الكاكاو بيتعمل ازاي الوقت. زي ما انتوا شايفين اهو انا غرفت ابيض، غرفت شويه ابيض اهو عشان اللي عاوز ياكل بابيض، بس انا هعمل بكاكاو للعيال. العيال بقى بيحبوا الكاكاو. انا رفعتها من على النار، رفعتها من على النار علشان كانت بتغلي عشان ما تتحرقش وتلزق في الارضيه وتعمل لها ريحه. معانا معلقه كاكاو اهي، مش مليانه قوي، مش شرط بقى تحطها بقى في ميه او تحطها في تخففها بميه او تخففها بحاجه. كاكاو اهو زي ما انتوا شايفين. هنرجعها تاني على النار، هتقلبيه بقى التقليبه اهو، تقليبه كويس اهو حسب اللون اللي انت عاوزاه بتاع الكاكاو. انا الكاكاو بتاعي خام، في كاكاو بتديه فيه سكر بيحتاج كتير، انا حطيت معلقه واحده اهي حسب الدرجه بتاعت الكاكاو اللي انت عاوزه اللون بتاعها يبقى شكله ايه. ما شاء الله اهو ادت لنا لون جميل اهو، عشان الاطفال ترضى تاكل يعني. المهلبيه جميله فيها اللبن وتغذيهم في الصيام. ما انتوا شايفين اهو ادت لنا لون ما شاء الله ما شاء الله جميل اهو. هنحوشها بقت من على النار، هنطفي النار عليها اهو، وهنحوشها بقت من على النار وهنغرفها اهو معاكم. زي ما انتوا شايفين اهو، عشان اطفالنا بقت بيحبوا بقت الشغل والحركات والحاجات دي. هنعمل اهو نص ابيض ونص كاكاو اهو، عشان اطفالنا ترضى ايه ترضى تاكل. وزي ما بيقولوا العين بتاكل قبل ايه البق اهو. نزلي حبه من ده وحبه من ده زي ما انتوا شايفين اهو الشكل اهو اهو، عشان اطفالك ترضى ايه تاكل الحاجه. عاوزين بقى ندي شكل جميل، شكل جميل للاطباق دي اهو. زي ما انتوا شايفين هتجيبي خله اسنان وتعملي ايه خطوط بس بسيطه كده بس وهي سخنه،
اما تعمليها وهي سخنه عشان المهلبيه اللون الابيض جمد شويه. اها. اها. ممكن نعملها ايه العكس زي ما انتوا شايفين، وهنزين بقى زي ما انتوا عاوزين، كل واحد هو وايه هو يعني واللي هو عاوزه. والبيضه نفس النظام، احنا عندنا بيحبوا فيها جوزة هند وبيحبوا فيها زبيب زي ما انتوا شايفين معاكم اهو. المهلبيه احنا زوقناها، الزواق بقت ايه او الحاجات اللي انتوا تحطها فوقها دي تبع ايه تبع راحتك الشخصيه بقى، عاوزه تحط فوقها زبيب، عاوزه تحط فوقها جوزة هند، ما انتش عاوزه تحطي، عاوزه تسيبها ساده، دي براحتي. وكل سنة وانتم طيبين، وحاجة بسيطة يعني كده هقدمها لكم النهاردة. وإن شاء الله إن شاء الله من أول رمضان هنبدأ بقى في وصفاتنا، وهنبدأ في الحاجات اللي هي الاقتصادية برضو، يعني مش في رمضان يبقى في تبذير، برضو هيبقى في حاجاتنا الاقتصادية. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب بألف صحة وعام سعيد عليكم يا رب، وينعاد عليكم الأيام بخير. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل وبسيط بالنسبة لكم، ويا ريت تدعمونا باللايكات وبالشير علشان نقدم لكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.